مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري ستوري، والنهاردة قصة فيلم نادر جدا وهو زينب. تم عرضه المرة الأولى يوم 1 مايو 1952. مدة عرضه 120 دقيقة، والفيلم تصنيفه درامي ورومانسي. الفيلم من إخراج محمد كريم وتأليف محمد حسين هيكل. أما عن طاقم العمل: رأي إبراهيم، يحيى شاهين، نعيمة وصفي، وداد حمدي، سناء جميل، سليمان نجيب، سلوى سامي، حسين عصر، عبد الوارث عصر، فريد شوقي، والسيد بدير. بتدور الأحداث حوالين بنت جميلة اسمها زينب، فلاحة بتشتغل في الأراضي، بتحب فلاح معاها اسمه إبراهيم حب العبادة. هما الاتنين بيتفقوا على الجواز، ولكن أبوها بيرفض الجوازة دي علشان بيقول لها كلمة واحدة: ما ينفعش فقيرة تتجوز فقير، عيالهم كلهم هيبقوا فقراء، لازم اجوزك واحد غني. وبالفعل كان في ولد تاني كان من الأثرياء اسمه حسن، حب ان هو يجوزها له. هي رفضت، ولكن ما ينفعش ان انتي تقولي لا، انا ابوكي وانا بمصلحتك وانا عارف كل حاجة، واللي اكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنة والشوية دول. المهم مع مرور الاحداث جه لابراهيم التجنيد بتاعه، فاضطر ان هو يسيب حبيبته زينب ويروح التجنيد، وما كانش قدامها غير حلين: يا اما تتجوز حسن، يا اما تهرب وتستخبى وتستنى ابراهيم. حصلت حاجة غريبة قوي، ان هي عايت بمرض غريب من كتر الحزن، واهل حسن رفضوا ان هم يعالجوها وسابوها. فما لقاش حل ابوها غير ان هو بعتله جواب يستنجد بيه، وخد اجازة ورجع. واول ما شافته خفت والروح ردت فيها. الحب بيعمل المعجزات صدقوني. المهم، والفيلم انتهى نهاية سعيدة، ان الاب عرف ان سعادة بنته مش بالفلوس، ولكن بشخص هي بتحبه وهو بيحبها، وان هو ده الوحيد اللي هيقدر يسعدها، لان الفلوس ما قدرتش تسعدها ولا تخففها من اللي هي فيه. وانتهى الفيلم على كده. القصة الأولى بتاعت 1930 اللي اتكلمنا عنها امبارح هي مشابهة جدا للقصة بتاعت النهاردة. أول حاجة، نفس الممثلين تقريبا، لأن في 2 من الممثلين اشتركوا فيه. يا ترى هما مين؟ لو تابعت حلقة امبارح هتقول لنا في الكومنتات هما مين الفنانين اللي اتكلمنا عنهم امبارح والنهاردة كانوا موجودين كمان. وبكده نكون خلصت حلقتنا، بس قبل ما نخلص هنقول شوية حاجات. الفيلم ده خد جايزة كبيرة جدا سنة 1968، علشان ده كان من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، ويعد رقم 85 في ذاكرة السينما المصرية. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، صدقني مش هتخسر حاجة. سلام عليكم.